قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نحاول أن نسلط الضوء فيه على بعض المشاهد والقصص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ذكرها أهل التاريخ. ذكرنا في الحلقة الماضية قصة ابن صياد، ونوهنا في نهاية الحلقة أنه ليس هو الدجال الأكبر كما قال بعض أهل العلم، بل هو دجال من الدجاجلة، وبعضهم يقول لا، ربما يكون شيطانه، والله أعلم، فالعلم عند الله جل وعلا وحده. لكن حصلت قصة أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القصة تبعد أن يكون ابن صياد هو الدجال الأكبر. والقصة رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي من أصحابه. وهنا الغريب، عادة الصحابي يروي عن الرسول، عن أبي هريرة قال رسول الله، عن ابن عمر قال رسول الله، عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله. لكن الآن قال رسول الله قال تميم الداري صحابي. لأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث عن صحابي من أصحابه. فما قصة تميم الداري؟ تميم كان رجلا نصرانيا، ما كان مسلما. خرج في وسط البحر هو و30 رجلا من لخم وجذام من العرب، خرجوا في وسط البحر في سفينة من السفن. والقصة والرواية الآن تنقلها عن الرسول فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس تقول كنا في بيوتنا فسمعنا المنادي، منادي رسول الله يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. تقول فذهبنا إلى المسجد فصففت مع النساء في صفوف النساء والرجال في المقدمة طبعا. تقول وبعد أن صلينا قال النبي الزموا أماكنكم، كل واحد مكانه، فإني قد سمعت حديثا حدثنيه تميم الداري يوافق ما كنت حدثتكم به من قبل. كنت قايل لكم هذا الكلام من قبل، الآن جاءني تميم يؤكد ما ذكرته من قبل. فماذا قال تميم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا نصراني صار صحابي أسلم بعد الحادثة هذه. يقول كنا في وسط البحر مع 30 من الرجال من لخم وجذام، وناس ما هم مسلمين. يقول فلعبت بنا الموج شهرا، شهر في وسط البحر ما يستطيعون الخروج منها، رياح، أمواج، عواصف. يقول حتى نزلنا عند جزيرة من الجزر، ما يدرون وين هذه الجزيرة أصلا، ولحكمة أرادها الله أنهم ما يدرون وين هذه الجزيرة. لعبت بهم الموج حتى وصلوا للجزيرة ما يدرون وين هي. يقول فنزلنا في أقرب السفينة، يعني القوارب الصغيرة، نزلنا فيها حتى غربت الشمس ودخلنا. بعد غروب الشمس دخلوا إلى هذه الجزيرة. بدأ الليل، الجزيرة غريبة، المكان مو معروف. يقولون فوجدنا 30 رجال، يقول فوجدنا فيها دابة أهلب. دابة الأهلب يعني ذات شعر كثيف، كلها شعر،
ما سموا الدابة، مو عارفين شنو هذه، حيوان غريب. يقول لا يعرف رأسها من مؤخرتها، من كثر الشعر اللي فيها يقول ما عرفنا وين رأسها وين مؤخرتها، كلها شعر. يقول فلما اقتربنا منها تكلمت. يقول خفنا، الدابة تتكلم ككلامهم، شيطان هذا. فقلنا لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة. الجساسة ربما التي تجس الأخبار، تأتي بالأخبار لمن هو داخل الجزيرة ومن داخل هذه الجزيرة. قالت أنا الجساسة. قالوا من أنت وما خبرك؟ قالت اذهبوا إلى ذلك الدير، مكان عبادة مثل الصومعة، اذهبوا إلى ذلك الدير فإن فيها رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، يبي أي واحد يجيب له الأخبار. يقول تميم الداري يقول فسمت لنا رجلا، قالت اسم واحد منا، يعني أشكرة قامت تتكلم باسمائهم، قالت اسم واحد، يا فلان اذهب أنت ومن معك إلى هذه الصومعة الدير مكان العبادة فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق. روحوا يعني الأمر مو عندي، عند اللي هناك. 30 رجل مو شوية، مشوا حتى وصلوا إلى ذلك الدير. يقول فلما دخلنا وجدنا رجلا لم نر مثله في عظم الخلقة، رجل عظيم جسمه، عظيم الخلقة. يقول يداه مغلولتان إلى عنقه، من كعبيه إلى ركبتيه ملفوف بالحديد. تخيلوا رجل مقيد بالحديد والأصفاد، مقيد داخل هذا الدير. الله أعلم من الذي يطعمه، ربما الدابة. كيف يعيش الله أعلم. ليش محبوس الله أعلم. من الذي حبسه الله أعلم. يقول فلما دخلنا عليه قلنا من أنت؟ قال قد عرفتم خبري فأجيبوني، أنتم الآن خلاص قدرتوا علي، أنا ردوا علي أنا راح أسألكم وأجيبوني. من أين أنتم؟ قالوا نحن من العرب من بلد كذا وكذا. قال إني سائلكم فأجيبوني، أخبروني عن نخل بيسان. قالوا نخل بيسان، وعن أي شأنها تستخبر؟ قال هل انقطع ثمرها؟ للحين فيها ثمر أو انقطع الثمر؟ قالوا لا زال فيها ثمر. قال أما يوشك أن ينقطع ثمرها؟ ثم سأل أخبروني عن بحيرة طبرية. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا نعم فيها ماء. قال أما يوشك أن يجف ماؤها؟ قال أخبروني عن عين زغر في الشام هذه. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء ويسقي الناس منها؟ قالوا نعم فيها ماء ويسقي الناس منها، يوشك أن يجف ماءها. أسئلة غريبة أليس كذلك؟ ثم قال لهم أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ علامات الثلاثة الأولى ما ظهرت. الرابعة أخبروني عن نبي الأميين، هل ظهر؟ قالوا نعم ظهر، وخرج من مكة ونزل يثرب يعني المدينة. قال أقاتله العرب؟ قالوا نعم قاتلوه. ماذا صنع؟ قال ظهر عليهم. قال تميم ظهر هذا النبي على العرب. فقال هذا الرجل الآن اللي محبوس بالسلاسل والقيود، قال أما إنه خير لهم أن يتبعوه. شوف هذا الرجل شو يقول، خير للعرب أن يتبعوا هذا الرجل. سبحان الله. الآن هؤلاء الناس فزعوا، ايش دراه ومن أخبره، شنو هذه المعلومات الغريبة العجيبة؟ فقالوا له ومن أنت؟ من أنت؟ قال أنا الدجال.